حاسس بتعب من غير اي سبب. احس بتعب يا دكتور. احيانا شعري بيقع وانا لسه صغير في السن، وانا بنوته لسه صغيره في السن. مفيش قشر في شعري ولا في اي امراض، بس شعري بيقع. نفسيتي كده مش مظبوطه، دايما مكتئب، مش طايق نفسي، مزاجي مش حلو يعني زي ما بيقولوا. طب ما تيجي نشوف الحكايه ايه بالظبط يا جماعه ببساطه وبالراحه، ونبدا نشوف الحكايه مع بعضينا. هنعمل تحليل صغير خالص اللي هو فيتامين دي 3. التحليل ده اسمه ايه؟ OHD25. ده اسم التحليل. هنعمله مع بعضينا ونشوف النتيجة بتاعته عاملة ازاي. هو فيتامين د ده عبارة عن ايه او بيعمل ايه اصلا؟ لا ده مهم جدا. بيساعد الجسم يا جماعة ان هو يمتص الكالسيوم. بيساعد الجسم ان هو يمتص الكالسيوم. يعني مسؤول عن قوة العظم، بياخد الكالسيوم ويدخله في الايه؟ في العظم بتاع الايه؟ بيدخله في العظم بتاع الانسان، فبيساعد على تقوية الايه؟ العظام. بيقوي المناعة عامة بتاعت الجسم كله. ليه دور كبير جدا في المزاج وفي المود، وبيقلل الايه؟ الكآبة والاكتئاب. نقصه كمان من ضمن الاسباب الرئيسية في تساقط الشعر. لا ومش بس كده كمان، ده بيعمل ضعف. نقصه طبعا بيعمل ضعف في الخصوبة عند الرجالة وعند الستات. طيب انا اعرف ازاي ان انا عندي نقص فيتامين د؟ اول حاجة لو اي اعراض او اي اسباب او اي اعراض معينة ملهاش اي سبب، دورت عليها كلها وما لقيتلهاش اي سبب، فبنعمل تحليل فيتامين دي. او لقيت الحاجات اللي احنا قلنا عليها دلوقتي في اول الفيديو اللي هي ايه؟ بعض الاعراض اللي احنا قلنا عليها. بنعمل تحليل اللي هو اللي احنا قلنا عليه OHD25. بنشوفه. هنشوف النتائج مع بعض ونحاول ايه؟ نعالجها مع بعضينا كده من غير اي حاجة. النتيجة طلعت بتاعته، لقيت النسبة بتاعتي اقل من 20. حضرتك اقل من 20 يبقى عندك نقص شديد في فيتامين دي 3. طيب من 20 ل 30 لسه برضه ناقص. طيب من 30 ل 50 كويس جدا، معقول يعني. طب فوق ال 50 لا، انت بقى ايه؟ سوبرمان زي ما بيقولوا يعني. طب انا حللته اهوت ولقيته ناقص، اتصرف ازاي بقى؟ اعالج نفسي ازاي ولا اتعالج ازاي؟ انا مش عايز اروح للدكتور، عايز اعالج نفسي بنفسي. حلو قوي، جميل جدا، احترم فيك الحكايه دي. بس الاول الشمس هل متاحه عندك؟ هل البيت اللي انت قاعد فيه او الشقه اللي انت قاعد فيها صحيه بحيث الشمس بتدخلها؟ لو بتدخلها هنلاقي الاوقات المعينه اللي في الشمس فيها بتكون غنيه بالاشعه فوق البنفسجيه، وبنعرض نفسنا للشمس مباشره. يا جماعه انا مش قافل الازاز والشمس داخلالي في الغرفه وبقول دي شمس، لا، لازم انا محتاج الشمس، انا اللي هطلع لها مش هي اللي هتجيلي. بعرض جسمي كله وخاصه المفاصل الكبرى، الايدين والرجلين، بعرضهم لاشعه الشمس. طب ممكن استعمل واقي يا دكتور عشان انا مش عايز اسمر من الشمس؟ لا طبعا، واقي يبقى ايه؟ ملهاش لازمه الشمس خالص، بتعرض للشمس مباشره. دي نمره 1. طيب هناكل سمك وبيض ولبن ومنتجات البان وبتعرض للشمس والحاجات دي كلها، تمام، كل ده كويس جدا، بس للاسف مش كفايه. امال الحل الفعلي ايه؟ الحل الفعلي يا جماعه في المكملات الغذائيه، فيتامين دي نفسه. نيجي للناس اللي عندها نقص شديد، هتاخد جرعه قد ايه؟ بتاخد 50,000 وحده دوليه كل 5 ايام، يعني في اليوم تاخد لها 10,000 وحده دوليه. الناس دي بتمشي عليها من 3 ل 4 شهور، وبعد كده خليك بقى على الجرعه الصيانه يوميه كده، بتاخد من 1000 ل 2000 وحده دوليه يوميا. يبقى اول 4 شهور خليك 10,000 وحده في اليوم، او لو في متاح الاقراص اللي هي 50,000 وحده كل 5 ايام ممكن تاخد ايه؟ قرص. باخده ازاي وباخده امتى؟ باخده الصبح وباخده وبشربه وانا ببلعه، احاول اشربه بحاجه دهنيه، وسط دهني، لان دي من الامراض، من الفيتامينات اللي هي بتدوب في الدهون. ابلعه مثلا بكوبايه لبن، بكوبايه حليب، اكل بعديه بالطين كده ولا حاجه، مسلوقين نص مسلوق، عشان اجهز لجسمي الوسط الدهني اللي هو بيدوب فيه الفيتامين دي، وجسمي يستفيد ويمتص تماما
فيتامين دي اللي انا اخدته، ما اكونش ضيعت فلوسي على الهواء. طيب ده اللي هو ليه النقص الشديد اللي احنا قلنا هياخد عليه. لو واحد بقى عنده نقص خفيف مثلا بياخد من حوالي من 1000 ل 2000 وحدة دولية، ودول بيستمر بقى ايه عليهم فترة طويلة يعني. مفيش مشكلة ان هو يستمر عليهم مدى الحياة، ايه المشكلة؟ ايه المانع يعني؟ حاجة بسيطة وجميلة وملهاش اي اضرار، بالعكس مفيد جدا. يعني معنى كلام حضرتك ان هو دلوقتي فيتامين دي ده مهم للدرجة دي؟ طبعا يا جماعة. بصوا ببساطة كده، من غير فيتامين دي هتحس ان جسمك بيقع حتة بحتة حتة بحتة. انما اول ما تبدأ تاخد الفيتامين دي وبعد فترة اما يبدأ يرتفع المنسوب بتاعه في الدم، هتحس ان انت بتستعيد قوتك وعافيتك وراحتك النفسية، وكل الاعراض اللي انت كنت بتحس بيها بنقصه هتبدأ تلاقيها تختفي تدريجيا. ابدأ حلل، اعمل التحليل دوت، وابدأ خد العلاج، وابدأ اتعرض لأشعة الشمس. ضروري جدا عشان أشعة الشمس، الأشعة فوق البنفسجية دي في غاية الأهمية، لأن هي زي ما احنا عارفين إن هي بتحول لنا الصورة الغير نشطة الفيتامين دي إلى الإيه؟ إلى الصورة النشطة. ولازم الشمس تكون مباشرة. هتشوف فرق كبير جدا في حياتك جذريا أما تبدأ تمشي على النظام اللي احنا اتكلمنا عليه. انا عايزكم بس تشاركوني في التعليقات، هل انتم عملتوا، حد منكم مثلا عمل تحليل قبل كده؟ هل حس باعراض معينه؟ ولو كان اخذ فيتامين دي اخذ لمده قد ايه، واخذ جرعه قد ايه، وايه نسبه التحسن بتاعته بعد ما اخذ فيتامين دي؟ خلص الفيديو، قول تعليقك وايدك على اللايك، واشوفكم في فيديو تاني ان شاء الله. سلام.